الأحاديث التي وردت مثلا كحديث الغدير. حديث الغدير عندما يقول ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فمن كنت وليه فهذا وليه. من كنت وليه يعني من كان يؤمن بولايتي عليه، هذا هو المعنى. يعني من كان يؤمن بولايتي عليه فعليه أن يؤمن بولاية علي بن أبي طالب عليه. شوف أحبتي الكرام، لفظة وليه في القرآن الكريم ما وردت من تأتي بضمير الغائب المفرد، ما تعني إلا ولي الأمر، أبدا لا تعني إلا ولي الأمر. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، وليه مالك أمره. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وعليكم السلام ورحمة الله. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فقد جعلنا لوليه لمالك أمر، الولي من حقه أن يقبل الدية، من حقه أن يطالب بالقصاص، وهكذا. إذن ما أتت في القرآن وليه، لم تأتي في القرآن إلا بمعنى ولي الأمر. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما